وفي الختام يفوز دائما صاحب النية الطيبة مهما كثرت خسارته في دروب الأيام. فأعظم سبب للتوفيق والرزق الدوام ليس الذكاء ولا الشهادة ولا الأنام، بل نية طيبة خالصة لوجه الله هي التي تفتح الأبواب بلا انتظار أو جدال، من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. فتذكر دوما النوايا الطيبة ترتب الأقدار وتصنع لأصحابها أجمل الأزمان والأخبار.